السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. حلقة اليوم سنرد فيها على الزنديق في افترائه على الصحابي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. تعالوا نسمع أولا ماذا يقول، نرجع لحضراتكم تاني. صارت مناظرة بين العباس ابن عباس وابن الزبير، عبد الله ابن الزبير. هذه المناظرة هذا تلقاوها في محاضرات الأدباء تاع الراغب الأصفهاني. هو إياه آخر الظهر باقي تهضر معه ويفضح كلش. ما استعرفت باللي فضوحة رافع، سمعهم له رافع. فقال الشعر قدامنا ليك: وقد ذكر الراغب الإصفهاني أن عبد الله بن الزبير عير عبد الله بن عباس بتحليله، عاير تسمى بتحليله المتعة، فقال له: سل أمك كيف استطاعت المجامر بينها وبين أبيك. استطاعت المجامر بينها وبين أبيك. فسألها فقالت: ما ولدتك إلا في المتعة. صار اسمها بنت أبي بكر خت عائشة. هكذا جبت عبد الله مع الزبير في بالمتعة. اسمها اسكو دوكا لا كيسيون كي سو بوز ليكم نتوما تقدروا تجاوبوا عليها. هكذا انا با بروبليم تاعكم اختي بنتي ما كاش مشكل، يا روحوا يا با بروبليم ماشي مشكل، ولا روحكم برك هكذا يا روح اخطب ولا روح باش تشوفها ولا كيفاش في الانترنت برك هكذا باش تشوفوا نتوما جاوبوا على هذه. اسكو عبد الله بن الزبير ولد زينة ولا لا؟ هذه القضية. تقول له جبتك إلا في المتعة. دونك احنا راكو في ورطة، هذه من جهلكم، ما تعرفوش تعايروا الناس بحاجة وانتم راهي فيكم. هكذا الراغب الإصفهاني هكذا في مناظرات الأدباء. دونك أسماء بنت أبي بكر كانت تمتعت مع الزبير وجابت عبد الله. اسكو عبد الله بن الزبير ولد زينة ولا لا؟ كانت تقول لي هذاك الوقت كانت حلال، تسمي يولي هو حلال ومن بعد ولات حرام، نقول لك ربي ما يحللش ويحرم ويحلل ويحرم. حلال محمد الى يوم القيامه وحرام محمد الى يوم القيامه. هكذا صار، ماشي يحلل وحرم ويحلل وحرم. صار ديروا كان تقولوا باللي المتعه زينه يا با بروبليم. هكذا تحطوا باللي عبد الله بن الزبير ولد زينه. أثبت لكم الآن أنه كذاب دجال أشر. هذه القصة أتى بها هذا الدجال من كتاب محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني، والكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، المجلد الثاني صفحة رقم 314. قال: عير عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس بتحليله المتعة، فقال له: سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك. فسألها فقالت: ما ولدتك إلا في المتعة. الراغب الأصفهاني أو الأصفهاني متوفى سنة 502 هجرية كما قال خير الدين الزركلي في كتابه الأعلام. وعبد الله بن الزبير متوفى سنة 73، وعبد الله بن عباس متوفى سنة 68. يعني بين الراغب الأصفهاني وبين هذين الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما أكثر من 400 سنة. فما الذي جعل يذهب إلى هذا الكتاب ولا يأتي بالرواية من الكتب التي ذكرتها بالإسناد؟ ستعرفون بعد قليل. تعالوا نفتح مسند الإمام إسحاق بن راهويه الجزء الخامس صفحة رقم 135. يقول: عن مجاهد قال: قال ابن الزبير: أفردوا بالحج ولا تتبعوا قول أعماكم. قال ابن عباس: فسل أمك. فأرسلوا إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فقالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن نحل، فأحللنا الحل كله حتى سطعت المجامر بين النساء والرجال. إذن ابن الزبير يقول: أفردوا بالحج. ولما أرسلوا إلى السيدة أسماء رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سياق الرواية عن الحج وعن متعة الحج وليس عن متعة النساء. هذا أولا. أما ثانيا، فالرواية ليس فيها قول أسماء: ما ولدتك إلا في المتعة. هذه الزيادة لم أقف لها على سند، ولو صحت هذه الزيادة فسيكون سياق الكلام عن متعة الحج وليس عن زواج المتعة. هذا ثانيا. أما ثالثا، الرواية تقول: ما ولدتك إلا في المتعة. فهل حينما ولد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كانت المتعة قد شرعت؟ متى شرعت المتعة؟
تعالوا نفتح صحيح مسلم صفحة رقم 634 عن صبرة الجهني رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. يبقى متى شرع زواج المتعة؟ شرع عام الفتح. متى كان عام الفتح؟ عام الفتح في السنة 8 من الهجرة. فمتى ولد عبد الله بن الزبير؟ تعالوا على سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي الجزء الثاني صفحة رقم 288، بتكلم على السيدة أسماء رضي الله عنها وقال أنها هاجرت حاملا بعبد الله بن الزبير. تعالوا على الجزء الثالث صفحة رقم 363 في ترجمة عبد الله بن الزبير قال الإمام الذهبي: كان عبد الله أول مولود للمهاجرين بالمدينة، ولد سنة 2 أو سنة 1. يبقى أمه هاجرت وولد هو سنة 1 أو 2 من الهجرة. وأثبتنا أن زواج المتعة إنما شرع عام الفتح في السنة 8 من الهجرة، يعني بين ولادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وبين تشريع المتعة 6 أو 7 سنوات. يبقى على فرض صحة الزيادة التي تنسب إلى أسماء رضي الله عنها أنها قالت لعبد الله بن الزبير: ما ولدتك إلا في المتعة، سيكون معناها ما ولدتك إلا في متعة الحج. طبعا معلوم أن الزبير بن العوام رضي الله عنه تزوج السيدة أسماء وهي بكر، يعني لم تتزوج قبله أحدا. ومعلوم كذلك أنها لم تتزوج بعد وفاة الزبير، فكيف تكون هذه السيدة الطاهرة مارست المتعة وولد عبد الله بن الزبير من المتعة كما يقول هذا الزنديق المغفل؟ وسؤالي للشيعة: هل هذا الجاهل يؤتمن على الدين؟ هل تأتمنون مثل هذا الجهول الكذوب على دينكم وهو يكذب ويدلس عليكم؟ تعالوا نفتح كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في الجزء 21 طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث صفحة رقم 12 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر حرم أكل لحوم الحمر الأهلية وحرم نكاح المتعة. يبقى نكاح المتعة حرام، والذي نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تعالوا على كتاب بحار الأنوار المجلسي، وهذا كتاب شيعي، المجلد 3 بعد 100 صفحة رقم 318 عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها. وعن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة قال: وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما تفعلها عندنا إلا الفواجر، المرأة الفاجرة هي التي تفعل المتعة. وهكذا أثبتنا كذب على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه وأمه. لا تنسوا إخواني أن تنشروا هذه الحلقة على المنتديات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرهما، والدال على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.